واش عمركم تساءلتوا واش اللحم الأحمر ملي كنشريوه واش كنطبخوه مباشرة ولا كاينة شي مرحلة قبل الطياب؟ بزاف ديال الناس كيتجاهلوها. حاجة صغيرة ممكن ديروها على اللحم قبل ما تحطوه في الطنجرة، كتزيد من صحته وطعمه وحتى من ريحته، وتخليك تستمتع بالطعم الصحيح. في هذا الفيديو غتلقاو الإجابة، وكنتمنى تشاركوها مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة، خاصة وحنا داخلين على العيد الكبير. أول حاجة كتاخدي الحيمات ديالك اللي كتجيبيها من عند الجزار، كتقطعيها تقطيعة كبيرة باش هكا ملي كيطيب تيلقى كيبقى في الحجم ديالو او كيصغر شويه، ولكن تيبقى المنظر ديالو غزال. الحاجه اللي مهمه وضروريه وهي اننا حنا خصنا نغسلو اللحم ديالنا، وضروري نحيدو الشوائب اللي لاصقه فيه. الا كنقطعو على خشبه راه كيبقى الخشب، الا كنقطعو على ميكا راه تبقى الميكا لاصقه فيه. ونحيدو هذا الدم هذا ضروري، لان اللحم اللي قريب للعنقره تتكون فيه كالدم مكبده او مكتله، فضروري تحيدوها لانها مضره للصحه. ويا ريت لو انكم تعرضوها للروبيني مباشره، ما ديروش بحالي انا عي باش نصور لكم. درت لكم هذا حطيته في هذا السبيره، وغادي نغسلو المره الثانيه تحت الروبيني. ضروري شوفوا اللحم كيفاش مكبد، الشحمه عفوا الدم كيفاش مكبد وسط الطيات ديال اللحم، فضروري كتحيدوه. وخاصه ملي كيكون في العنقره كيكون بزاف، في الكتف تيكون بزاف هاد القضيه هذه. وكتستعيني بواحد الموس باش كتشيلي تحيديهم، تقطعي دوك اللحمات اللي في كيكونوا غير قلال لاصق فيهم اللحم بزاف، كتحيديهم ما تحتفظيش بهم. الشحمه الا كانت زائده حتى هي كتحيديها، الا كانت كثيره كتحيديها. بالنسبه لهاد العظيم اللي شوفوا الشحم، شوفوا فين مخزون الدم. ايضا داك العظم ديال الكتف ضروري كتحيدوه، لان تيكون فيه الدم بزاف وتيكون فيه كيكون خاوي، يعني كتكون فيه واحد الجليده رقيقه لاصقه فيه. حيدوها، راه هو الفوقاني كاع هو هذا، ها كتحيدوه ما تخليوش. انا كنوريكم الطريقه ديال التنظيف ديالو، راه من بعد رانا حيدته كيف ما شفتوا. كتستعينوا بالسكين باش تحيدوا الشوائب اللي كتكون لاصقه فيه. كاينين بعض الناس اللي كيديروا الملحه والخل، وكنتمنى ما تبالغوش باش ما تغيروش الطعم ديالو، باش ما يتبدلش ليه الطعم ديال اللحم. فقط كديروا الماء كافي. ويا ريت لو انكم كتغسلوه مباشره تحت الروبيني، باش هكا كتبقى الفوائد ديالو ما كتضيعش في النقع. ملي كتبقاو مرقدين في الماء كتضيع الفوائد ديالو كامله. فاللحم غير غسلوه مره وجوج، بحال هذا غادي ياخذ منكم وقت طويل لان فيه الدم. اما اللحم الا كان ما فيش الدم مثلا ديال الفخذ ولا ديال الضلوع ولا هذا، فكتدوزوه مباشره. شوفوا الشوائب اللي كاينه، شوفوا الدم هذا راه كله كناكلوه. فعلاش حنا ما نغسلوش ونحتفظوا بالصحه؟